هلا وهلا يا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال، آمين يا رب العالمين. أكيد راح نبدي فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم والله كل هواية. الحمد لله والشكر، نحمد الله ونشكر فضله. تمام تمام. اليوم عندنا طنون شغل طنون مو طنون شغل. والله يا بنات، هذين الزوالي من فراشة طلعتهم برا، صار لهم تقريبا يومين برا. انزين يدي الجراج كلش وسخ، يعني ما تدرون ايش قد سيارة ومطر تطب وتطلع، لو دراجة لو هاي السوالف بعد تدرون انتو ايش قد يطب التايرات. رمل وتراب وطين وما اسولف لكم. المهم انا شكلت الفارة وقلت لا، يعني مو مال صون، دخل اشكل الفارة. يعني تعلمت شلون اشكلها وشلون اشغلها. وشغلتها والله، وقلت خلي اغسل الزوال لان عندي زوليتين هذين الثنين اللي هن يشابهن. كنت فرشة واحدة بالهول واحدة بغرفتي. آه، قلت خلي انقعهم اول بداية، نقعتهم والله. طبعا شوفوا هي الفارة تنظفن تنظيفة تمام، يعني مو مثل الصوندة، بحيث اذا اكو بقعة شي مثلا عصير مشبوب تنظف يعني ازيد من الجلف. هي حالاتها يعني انه الفارة تنظف بسرعة، بس هي تتعب شوية. المهم غسلت لي زوليتين تقريبا وثلاث دواسات، وراها غسلت الجراج كسر ظهري والله. والله العظيم كسر ظهري، لأن ما تدرون الرمل والأوراق الشجر وهاي السوالف بعد تعرفوها. رشية الحديقة غسلتها، طبعا الحديقة بعد بها أوراق كومة. السواقي هذني يرادلهن تنظيف يعني، بس شنو أنا ما لحقت والله. تدرون مغيمة الدنيا اليوم، هذا كله روتين مالي اليوم. مغيمة الدنيا واني بجو بارد، بس بنات باكم من تشتغلون انتوا اول بداية تحسون بالبرد، بس بعدين من تشتغلون وتحمون لا تحسون بدفو والله العظيم. فانا اول ما طلعت يا رب اغسلهم ما اغسلهم. كنا براسي يعني أنا عفتن يوم ونعفتن اسبوع، حنا براسي ضالات يعني. قبل راح يجي احد يغسل لي اياهن؟ اكيد لا. والله قلت خلي اتوكل على الله واروح اغسلهن، واغسل الطارمة بعد وياي الجراج. والله غسلتهن وشريتهن، ما شريتهن بس طويتهن وخليتهن يذبن ميهن على مود شنو اشرهن. من ينشفن شوية ويذبن ميهن يلا اقدر اشرهن. الجو مغيم، ساعة تمطر ساعة ما تمطر، قلت اني هسه انتظرها تمطر مرة ثانية يعني، خل اغسل الجراج بعد. فالحمد لله غسلت الجراج هنا ونشفته، ورشيت الحديقة قلت لكم، سويت السنادير رتبتهم. لأن بهاي الثلاث أيام الأربع أيام أصلا ما طالعة حتى للحديقة أني والله العظيم للحديقة ما طالعة، للجراج أصلا ما طالعة. فالحمد لله والشكر على كل حال. المهم جلفت جلفة والله زينة الجراج، له هو يتعب شوية بس يلا الحمد لله والشكر. المهم من تنظفين وتحسين يعني انه هذا الشي كان هم على قلبك، ونزال هذا الهم انت راح ترتاحين بوحدك. انا الجراج هذا كان هم على قلبي، والزوليتين هذني والدواسات. طبعا عندي زوليتين بعد فوق بالمغسولات، والله يا بنات هم على قلبي. انزين بس الحمد لله والشكر كملنا اليوم هنا أنا طبعا هاي الحكي كله من الصبح. شوفوا شلون يعني احنا والله العظيم الحمد لله والشكر يا رب العالمين. أقول لكم احنا مجاهدات النساء العراقيات والله العظيم. الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله. أعتقد هي كل النسوان هيجي يعني، هي بيش حايرة، أكيد حايرة ببيتها بطبختها. ايش تطبخ اليوم غدا، شو تسوي عشاء، شو تسوي ريوق، شو تنظف، شو تغير. حالتها نفسية شوي تعبانة، تريد تغيير يعني، تريد تغير فد شي بالبيت. والله هاي طموحنا، أكثر طموحنا هي هاي. ايش عندنا يعني احنا، خاصة ان احنا ربات البيوت يعني، واللي نحب بيوتنا ونحب الترتيب ونحب الأشياء الحلوة. فدائما نفكر، تلقونا نفكر بهاي الأشياء. الحمد لله والشكر. المهم هنا شنو، سلمت لي راس بصل وراسين بصل أخضر يعني، وحمستهم بالدهن شوي، حطيت زيت وحمستهم. هنا طبعا فورت المي، وعندي القوري الثاني مالته الكتلي الثاني حطيته على الصوبة. قلت خلي على مود شنو المي فاير، حطيت الشاي رحت وديته على الصوبة. هو حالات الشتاء بنات، شوفوا حالات الشتاء بهاي السوالف والله العظيم. الصوبة الريوق نحمل خبزة والله العظيم. على قولة بنية كاتبت لي والله ما أدري شلون يعني على الصوبة.
نسيت تعليق أنا قريته بس بعدني والله ما رادة على التعليقات فدي شوية أرد عليهم. بس أنا أقراهم يعني أقرا التعليقات حتى التعليقات السلبية أقراها. بس الحمد لله والشكر. شوفوا بنات، شو اسمه وين وصلنا؟ وصلنا هذا للصوبة. ما أدري إيش قالت لي على الصوبة، حلوة في كلمة 3 كلمات إنها كلش حلوة بس نسيتها والله راحة من بالي، يعني صدق قلت هذه يعني والله العظيم كلامها صحيح. الشتا هو أحلى شي بهاي السوالف. المهم هنا حمست البصل، حمست اللحم، كنت مطلعة لحم متروم عندي بالمجمدة، طلعته شوية خليته يحل. وراها شنو سويته؟ حمسته ويا البصل حمسة زينة، حطيت له بهارات وظليت أحمس بيه. بعدين ضفي حطيت له من حمس زين، حطيت له البيض عليه. هنا ضفت له فلفل أسود وضفت له ملح. طبعا هسه تقولوا ليش ما حطيتي طماطم عبود؟ لأن زيوني ما ياكلها بالطماطم، ما ياكلها يعني ياكلها هيجي. إذا حطيت لها طماطم ما ياكلها. شوفوا حتى اللفات من نشتريه من برا يكون إحنا يعني يدخل أبو عبود اللي يجي أول المطعم يقول له تحط طماطم، ما يحب شيء اسمه طماطم نهائي. فالحمد لله والشكر سويت هذا الماعون الجميل الحلو مال الخضروات. وشوفوا لي البخار هيجي بالشتاء هاي شايفين من الصبون هيجي بالصيف شو ما يطلع هيجي بخار بنات ما أدري ليش. ليش بس؟ بس بالشتاء تطلع بخار يعني من الشاي. ما أدري إحنا ما منتبهين يمكن، والله العظيم. المهم فسويت الأكل وقعدنا بالمطبخ. طبعا فرشت حاليا على الموكيت هذا الزولية لحد ما أجيب شغلة هيك عاجبتني إن شاء الله أجيبها بحيل الله. أوخر هاي همتين أغسلها وأحط ذيك بمكانها. فشنو حطينا الصوبة ترستها طبعا برا نفض، وقبل لا يعني أبد ليش برا يوك ترستها نفض. وخدرنا الشاي عليها وصبينا شاينا ومثل ريحة الشاي تخبل. وهاي القعدة والله يا عمي تسوى الدنيا وما بيها بالقرآن. الحمد لله والشكر يا رب العالمين، نحمد الله ونشكر فضله. المهم صبينا وكلنا وسهمنا وسهمكم مليون عافية. وبعدها راح نرجع على روتيننا الطويل اللي ما يخلص. والله ما يخلص. أنا شفت الطباخ صاير كلش وسخ. طبعا سويت الريوق بعد ما خلصت الريوق، المواعين طبعا مصفوفات هناك بعدني ما مجهزتها. هنا أنا شنو قلت خلي أرش الطباخ. رشيته طبعا وعفته بين ما أني هنا أنا طبعا تقريبا يعني بصلاة الظهر. رحت صليت صلاة الظهر ورجعت لقيته ما بي يعني الدهون كلها حالة الحمد لله والشكر. رجعت لقيته يعني رأسا بس أجلفه هيك بشوية بالسيم ينظف. مرات بنات يعني لو يفوح الشاي لو مثلا التمن أو هيك أشياء يعني تفور ويوقع عليها فمن يلزق بصعوبة بعد يعني نطلع إذا ما طلعناه بنفس الوقت. فجلفت العيون هذني كل الزين جلفة معدلة. رجعت شلت السيبايات مالاتها والهذني العيون كلهن هماتين نقعتهن بالحوض رشيت لهن شوية. الطباخ ضروري يشوفوا بنات. أنا اليوم من سويت الريوق شفت الطباخ شوية هيجي هو ما مبين نظيف يخبل، بس لا أنا أشوفه إنه هو وسخ لأنه من جوا هذني العيون ما يبينن. هذني شوفوا الجاي يجلب بيهن ما يبينن الستيل يعني بيهن لازم ينجلفن جلفة زينة. فاليوم صدق جلفت الطباخ جلفة والله يا بنات تخبل. بس شنو شوية تعبت روحي يعني لازم. مرات اكو شغلات بنات نتعب روحنا بيها، يعني يحتاج انه نتعب ارواحنا بيها. يعني انا عندي مثلا مرات الثلاجة ما انظفها، اتاخر عليها لا انظفها، بس من اجي اريد انظفها اي شيء اخليها تلمع لمع اخليها تخبل بحب. بس شنو تعبني هي، بس شنو اخليها تخبل. والله يراد لي تنظيفة للثلاجة يا بنات بس مو هسه. من اجيب مسواق ان شاء الله بحيل الله راح انظفها تنظيفة تخبل وهم انظفها وياكم. طبعا هنا ماعون الريوق كان هماتينا غسلتهم وياي بطريقي. أه نقعتهم شوية بمي حار وجلفتهم وقلت على مود شنو اخلص افرغ الحوض وشنو على مود نجلف السيبايات بيه. تمام تمام. اكو بنات هواية سألوا او ما سألوا. هو شوف بنات مرات اني شوفوا اني اقرا كل التعليقات، اقرا التعليقات الزينة واقرا التعليقات المو زينة وكلهن اعرفهن يعني مثل ما تقولون. بس مرات إنه يلح بالموضوع. يعني مرات لأ تسألني واحدة مثلا إيش قد عمرك، إيش قد عندك أطفال، يعني داخلات جديدات، ليش ساكنة بالنجف، يعني هاي أسئلة عامة الكل يحب يعرفها. بس مرات أكو أسئلة تتكرر فهمتوا علي؟
فصار تقريبًا 3 فيديوهات 4 فيديوهات هذه الأسئلة قاعدة تتكرر علي من غير أنا اللي اطيتهم إخفاء. الصراحة اطيتهم إخفاء من القناة لأنه ما يستحقون إنه أخليهم بالقناة الصراحة، خليهم يشاهدون ويطلعون لا يعلقون ولا يقدرون يعلقون، هاي إذا قدروا يسوون حساب ثاني ويعلقون من عنده. فهنا شنو يسألوني أنتِ ليش قاتلة عمتك يا أم عبد الله؟ باكر عقبه راح تصير عندك جنة والجنة راح تسوي بيش نفس ما سويتي أنتِ بعمتك. أنا طبعًا ما ردت أرد أبد والله العظيم، والله 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 ما ردت أرد، بس شفت هذا التعليق يعني اتكرر أكثر من 4 مرات 5 مرات 6 مرات، يلا رديت، ورديت ترى رد للي هم كتبوا يعني بس. والله يا بنات لا عندي شي، بالعكس علاقتي كلش طيبة بعمتي، ما عندي يعني أي مشكلة وياها، أحبها وتحبني، تحترمني تقدرني، ما عندي أي مشكلة وياها، ولا أتصور فد يوم أنا وياها صايرة مشكلة أو أني معلية صوتي عليها أو هيجي أو هي معلية صوتها علي، لأنه بنات أني مبتعدة كل الابتعاد درا، يعني أنا حتى من أروح لهم أبقى يوم يومين يمهم وأرجع، بس أروح بكل احترام وبكل تقدير، وهم يحبوني العالم وما عندي كل مشكلة وياهم والله، وأنا هم أحبهم ما عندي كل مشكلة. والله والله يا بنات ما عندي شي وياها، بالعكس أني أحترمها وأحبها وأقدرها مثل ما أني أحب ابنها، فضروري ما طول أنه أني أحب ابنها ابنها خانني هيجي بعيونه، فأني ضروري إنه أدير بالي على أمه، وهي حتى إذا مو أني أدير بالي عليها لأنه هي المرة ما عندها شي وياي أساسًا، عرفت بنات والله ما عندها كل شي وياي، بالعكس لو عندها شي وياي الله شاهد كان قلت لكم يعني، بس حرام واحد باكر عقبه وراه موت وراه هاي أقول لكم هي مو زينة وياي أو أني مو زينة وياها وأكذب عليكم، لا والله ما عندي كل الاحترام بيني وبينها، لأنه أني عايشة بعالمي وحدي، يعني أنا وجهالي وزوجي عالمنا وحدنا، صح أروح أسير يمهم هاي بس كل الاحترام أنا وياهم احترام بيناتنا الحمد لله والشكر. فإن شاء الله من باكر عقبة راح تصير عندي جنة، أكيد راح تكون فخورة بي والله العظيم، راح تقول يعني هنيالي إنه أني جنتهم والله العظيم،